بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. حبايبي الحلوين في كل مكان داخل مصر وخارج مصر، تحياتي لكم جميعا، كل سنة وانتم طيبين. طبعا داخلين على شهر كريم أعداء الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. إن شاء الله النهاردة هنعمل معاكم فيديو جديد، هنعمل معاكم تخزين الموز. هنحتاج بقى ايه لتخزين الموز؟ هنحتاج كمية موز، الكمية طبعا اللي تناسبك، وهنحتاج ليمون، كمية الليمون على حسب كمية الموز. فتعالوا بقى نسمي بسم الله ونشوف هنخزنه ازاي بطريقة سهلة وبسيطة، واي لو بنوتة صغيرة كده هتعمله وهيفضل معاك ان شاء الله من السنة للسنة. طبعا احنا بنحتاج الموز في حاجات كتير. طبعا تعالوا بقى نسمي بسم الله كده ونشوف هنخزنه ازاي. بنحتاج الموز بقى مع العصاير، بنضيفه بقى العصاير، بنضيفه في كوكتيل، في حشوات، كنافة، حاجات كتير بنحتاجه في حاجات كتير الموز بأمانة يعني. فهيبقى سهل عندك كده ومحطوط في الفريزر، والكمية بقى اللي تناسبك. لو محتاجة قطعة واحدة هتطلعيها من الكيس هتعملي بيها. فإن شاء الله النهاردة نفرزه بطريقة سهلة وبسيطة وهيفضل معاكي من السنة للسنة. طبعا قطعت الموز كده، قطعته بالورب. عايزة تقطعيه بقى تقطيع دواير أو بالورب على حسب إيه ما أنت عايزة. طبعا اللي لسه لأول مرة يشوف القناة ما يبخلش عنها بقى باللايك والشير وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. هنقطع بقى كمية موز بقى كده بالشكل ده، وزي ما قلت لك الكمية اللي تناسبك. يا تقطعيه بالورب يا تقطعيه دواير كده بالشكل ده. كمل الكمية بقى وارجع لكم عشان ما اطولش عليكم الفيديو. وكده قطعت الكميات اللي عندي. تعالوا بقى نعصر بقى الليمون. سمي بسم الله. بسم الله. طبعا الليمون ده بقى اللي بحافظ عليه بقى ايه ما يسودش، لازم الليمون. لازم نعصر بايدنا، لازم حاجة الايد كده لا يعلى عليها. نعيد تاني عصر الليمون. عملت على الكمية ديت عشان كمية بسيطة، عملت عليها ليمونة ونص. زي ما قلت لك كمية الليمون على حسب كمية الموز. نغلف بقى الموز كده بالشكل ده بالليمون، بعصير الليمون. اثناء تقطيع الموز بقى تكوني سريعة وانت بتقطعيه عشان ما يفضلش يسود منك ويأكسد. نجيب بقى كيس تلاجة كده، ونجيب حاجة صينية بقى طويلة بالشكل ده مستطيلة او على حسب ما عندك، وتفرد عليها بقى الكيس. تحط فيها كمية بقى حلوة في الكيس كده. تعالوا بقى نوزعه كده بالشكل ده بقى ايه، كل حباية جنب اختها كده، مفيش واحدة فوق التانية. تضغط عليه بالراحة كده اهوت عشان يدبك بس يستوى كده، تبقى قطعة جنب التانية كده بالشكل ده. اكمل الكمية بقى بالشكل ده. كمية بقت الكمية حتى في كيس تاني اهوت، وبسواها برضو كده، لازم يستوى كده جنب بعضه. احطه بقى في الفريزر واجمده، واما يجمد بقى ارجع له كده. حبايبي الجمد اهوت احطه بقى في الفريزر لما تجمد. شوفوا مفلفل ازاي كده بالشكل ده بقى. يفضل بقى معاكي بقى، عايزه قطعه عايزه اتنين، عايزه كميه، عايزه كتير، عايزه قليل، هتاخدي شويه من الكيس وتقفلي الكيس تاني ويفضل معاكي بقى مده اكتر. بالشكل ده. نحط بقى الكيسين في بعض كده، طريقه سهله وبسيطه ومش محتاجه يعني افتكاسه ولا حاجه.
يعني كنا الاول بنخزنه بقشره، فطبعا بياخد وقت عما القشريه تبدا تفك شويه كده عشان تعرفي تعمليه. انما كده دلوقتي هتاخدي الكميه اللي انت عايزاها ومشوفه بالشكل ده، مفلفل اهوت وسايب نفسه، مش مجمد في بعض ولا حاجه، مكتل ولا حاجه. ايه رايكم؟ يفضل معاك ايه مده اطول. طبعا بقى برضو الكميه اللي انت عايزاها. ايه رايكم؟ وده كانت طريقتنا يا حبايبي في تخزين الموز، طريقه سهله وبسيطه. وان شاء الله بقى لو عجبتكم ما تنسوش بقى في اللايك والشير وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. دمتم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.